هلو، اهلا وسهلا بكم معايا في قناتي تعلم الماني بالعربي. في الفيديو ده انا هشرح فيه الفرق ما بين اداة التنكير واداة النفي اين وكاين، وده بناء على طلبكم طبعا مع وجود امثلة. تابعوا معايا الفيديو واكيد هتستفادوا منه كتير. طب خلينا الأول نعرف الأساس. عشان أفرق ما بين أين وكاين لازم أعرف الأساس بتاع القاعدة. إيه هو الأساس بتاع القاعدة؟ أنا عندي 3 أدوات معرفة: ديا ودص ودي، وعندي دي تجمع. طيب نشوف بقى حكايتهم إيه مع الأين والكاين. طيب خلينا عارفين إن أين للتنكير وكاين للنفي. لو كانت الكلمة الأداة بتاعتها ديا يبقى هحط أين والنفي بتاعها قاين. طيب لو كانت الكلمة الأداة بتاعتها das يبقى أحط ein والنفي بتاعها قاين. طيب لو كانت الكلمة الأداة بتاعتها دي يبقى أحط eine والنفي بتاعها keine. طيب في حالة الجمع مفيش تنكير للجمع، بس ينفع أنفي، هتبقى keine. يبقى في حالة التنكير مع ديا ودص بحط أين، ومع دي بحط أيني والجمع ملهوش تنكير. وفي حالة النفي مع ديا ودص بحط كاين، ومع دي بحط كايني، ومع دي الجمع بحط كايني. تيجي نشوف أمثلة على ده. طيب أول مثال معانا ist das ein Tisch؟ هذه ترابيزة. تش الأداة بتاعتها ديا. طب هي دي فعلا ترابيزة؟ لا، ده كرسي شتول، وشتول الأداة بتاعتها ديا. طيب هرد وأقول إيه؟ Nein, das ist kein Tisch. Nein, das ist kein. أنا قلت كاين علشان الأداة بتاعت تش ديا. Nein, das ist kein Tisch. لا، هذه ليست ترابيزة. ده في حالة النفي. طب في حالة التنكير هقول إيه؟ Das ist ein Stuhl. Das ist ein Stuhl. أنا ليه هنا حطيت ein؟ علشان شتول الأداة بتاعتها ديا، يبقى شتول الأداة بتاعتها ديا، يبقى أنا هحط ein. طب لو شتول الأداة بتاعتها دي يبقى أنا هحط eine. كده أنا عرفت إزاي أفرق ما بين ein وكاين. يبقى das ist ein Stuhl، هذا كرسي. طيب ناخد مثال تاني عشان توضح أكتر. Ist das eine Tasche؟ أنا ليه حطيت eine؟ علشان تاشي اللي هي الشنطة أداتها دي، يبقى أنا هحط eine مش هحط ein عشان أداتها دي. طيب والمصباح أداته دي، يعني هقول دي لامبه. هقول إيه؟ هقول nein das ist keine Tasche. Nein das ist keine Tasche. أنا بقول keine، يبقى ده في حالة النفي. لا، هذه ليست حقيبة. طيب في حالة التنكير هقول das ist eine Lampe. das ist eine، أنا بقول eine عشان Lampe أداتها دي. das ist eine Lampe، هذا مصباح. مثال تاني sind das Brillen؟ sind das Brillen؟ هل دول نظارات؟ Brillen يعني نظارات. لا، دول زهور، والزهور بالألماني ديبلومن. ديبلومن. طيب هنا أنا ما حطيتش جنب بغيلين، قبل بغيلين كده أنا ما حطيتش أيني. ليه ما حطيتش أيني؟ عشان أنا قلت الجمع
في حالة التنكير مش بنحط له أداة. طيب هرد وهقول ايه؟ هقول nein das sind keine Brillen. لاحظتوا ايه بقى هنا؟ لاحظتوا ان انا حطيت قبل بغلين keine. ليه حطيت keine؟ عشان دي في حالة النفي، وقلنا ان الجمع في حالة النفي بيتحط له keine. طب في حالة التنكير مش بيتحط له eine. يعني هرد وهقول das sind Blumen. das sind Blumen. ما حطيتش لبلومن eine مع انها جمع، بس قلنا ان الجمع في حالة التنكير مش بحط eine، بس في حالة النفي بحط keine. يبقى nein das sind keine Brillen. لا دول مش نظارات. das sind Blumen. دول زهور. هؤلاء زهور. طيب وبكده أكون خلصت شرح الفرق ما بين أين وقاين. أين أداة التنكير وقاين أداة النفي. أتمنى تكونوا استفدتوا معايا. لو حابين نتكلم عن مواضيع معينة ممكن تكتبولي في التعليقات ونتكلم عنها المرات الجاية. تشوس.